سلام، كي عشيتو؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بعد ما قررت ندير لكم سلسله تاع حشوات الكيش، وحطيت لكم في الفيديو السابق طريقه تحضير العجينه السحريه واللي تجي خفيفه وبنينه تاع الكيش وهشه وما تجيش معجنه. حطيتها لكم في الفيديو السابق كما راكم تشوفوا تطوت وما تغبنكمش كي تجيو تسبحوها. اللي راه باغي يعرف هذا الفيديو ما غاديش نحط لكم الوصفه تاعها. اللي راه باغي يعرف الوصفه تاعها يمشي يشوف الفيديو السابق باش ما نعاودش نكرر نفس الشيء. هنا عاود فيلميت لكم كي كنت نسبحها. دوكا نفوتوا للصح والمفيد اللي هي حشوه الجديده اللي غادي نديروها لهذا الكيش تاع اليوم. انا غادي نستعمل السلق اللي غسلته مليح، استعملت غير الاوراق نتاعه وقليته في الزيت. بعد ما تقليوه تضيفوا شويه تاع الملح وشويه تاع الثوم بودره. يبغي هو الثوم، يبغي الثوم، انا مرات نديرها غير هكا وناكله يجي بنين. وتزيدوا شويه تاع زيت الزيتون، زيت الزيتون ضيف له واحد المذاق رائع. وهنا والشهيه ما تردوش يتقلى، كتضيفوا زيت الزيتون غير حركوه وصاي تكونوا ديجا طيبتوه في الزيت من قبل، زيت لي نورمال عاديه. تكون عندكم شويه كفته تاع الدجاج، هذه كنت استعملتها ما استعملتهاش في الحقيقه للكيش، استعملتها في خلطات اخرين اللي درت لها غير الثوم والملح وفلفل الكحل. من بعد تجيبوا جوج حبات تاع البيض ديروا فيهم الملح وفلفل الكحل. المهم راني نعاود الملح وفلفل الكحل بزاف. تضيفوا عليه جوج مغارف تاع هكا بصل كراميليزي. ومن بعد تزيدوا جوج مغارف تاع كريمه الطبخ. انا هادو كريمه الطبخ نخدمها منزليه، تعجبني خير ملي تتباع في المحلات، تجي اكثر صحيه اكثر وما فيهاش المواد الحافظه. هنا نضيفوا شويه تاع لحم الدجاج، كفته الدجاج اللي وفيتها لكم، وتضيفوا داك السلق تاعكم اللي قليتوه. ضيفوا كاع داك الكميه. هنا الا بغيتو ومن بعد تخلطوا. الا بغيتو الكيش تاعكم يجي غليظ، زعما الحشوه تاعه تجي غليظه، شغل ديروا الكميه تاع الحشو اكثر من هكا. بصح انا نبغي الكيش تاع السلق يكون رقيق عليها الحشو ما نكثرلهش بزاف. من بعد تخلطوا غايه كيما راكم تلاحظوا، خلط جلط خلط جلط. ومن بعد تسبحوا. بعد ما تسبحوا داك العجينه على الصني وتضيفوا داك الحشو تاعها، داك الحشو من الفوق وانا نقول. من بعد تبقى تلموا الطرايف كيما راني نلم، تلموا الجوانب كيف تشوفوا ديك العجينه تاعتكم ساهله ماهله ما تغبنكم ما والو. ومن بعد ضيفوا شويه هكا فرماج من الفوق، انا استعملت فرماج عادي جبن تاع البيتزا. ومن بعد دخلوه للفرن يطيب. انا طيبته البنات في الفرن، وهذاك تاع الخبز اللي قوي سما طلع لي فيه النار بالخف وطاب لي بالخف، ما داليش الوقت خاطرش داك النار تاع داك الفور قويه. اللي عنده الفور ماشي مجهد نورمال يطيبه على خاطر حتى يطيب. وهذا هو الكيش تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم وصحي وبنين سير. وسورتو انا المومون تاع السلق، وهنا كنت قطعت معكم قطعه باش تشوفوه من داخل كيش يجي هشيش وماشي معجن كما راكم تشوفوا كما راكم تلاحظوا، ويجي خفيف. وهذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم خليوا لي جيم وكومونتير واشتركوا بالقناه باش تشوفوا المزيد من الوصفات. وما تنساوش ثاني تابعوني على التيك توك والانستغرام نوني فود. وتهلاو في رواحكم في الامان.